ارحم نفسك شوي. ارحم أعصابك من الضغط اللي حاطة فيه. الموضوع بسيط جدا، بس انت معقده. انت مفكر انك لحالك، ولكن الله يقول لك مطمئنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر. فسيقولون الله. مين اللي بيرزقك؟ الله. مين اللي بيطالعك من عز انطفائك وانكسارك؟ الله. مين اللي بيدبر أمرك؟ الله. والله ثم والله ثم والله، لما توصل للتسليم الكامل لمراد الله ينتهي الامتحان مباشرة، لأنك ما عاد ترغب بشيء لا يرضيه وتسكن لمراده، بل وتجد راحتك فيما قدره لك. لذلك لما تقلب الاحتمالات براسك، حط أولهم قوله تعالى: يؤتكم خيرا مما أخذ منكم، واترك على الله. ارحم نفسك شوي. ارحم أعصابك من الضغط اللي حاطة فيه. الموضوع بسيط جدا، بس انت معقده. انت مفكر انك لحالك، ولكن الله يقول لك مطمئنا: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت